كان رانا اليوم تاهلنا بالتعادل وكان رانا متاهلين. على بالكم بها هذه، كان رانا متاهلين، كان ربحنا في بلادنا ضد غينيا. لو كان اليوم عندنا شحال دوكا تعادل 19 زيد لها 3 نقاط، 22 متاهلين رسميا. كان ربحنا ضد غينيا في بلادنا لو كان اليوم رانا كاع كيما نقولوا سعيدين، ولكن ما يخلوش الشعب الجزائري يفرح، جابوا لنا واحد معوق. بون نبداو. راكم تشوفوا الجزائر في المرتبه الاولى ب 19 نقطه. عندك اوغندا اللي راح نجيبوها عندنا دوك، نقرا لكم التاريخ، ب 15 نقطه. بعد ما كنا ب6 نقاط في هاربين خسرنا 2 نقاط. واش قلت لكم؟ بيتكوفيتش خسر 5 نقاط، خسر 5 نقاط. في الفيديو تاع اللي مقبل قلت لكم بيتكوفيتش خسر 4 نقاط. نو، خسر مباراة 3 نقاط، واليوم دار تعادل خسر 2 نقاط، خاسر 5 نقاط. جا لقى 6 نقاط واجدين وهو خسر 6 نقاط يا خاوتي. اوغندا راهي جايه وعندها امل، راهي جايه لعندنا عندها امل باش تربح علينا في بلادنا، لان عندها امل للتاهل، لان هي الدوزيام. راكو فاهمين ولا ما راكوش فاهمين وين راني رايح؟ ومن بعد لو كان تربحك، بون دوك ندخلوا في التفاصيل. عندك اوغندا المرتبه الثانيه ب 15 نقطه، عندك الموزمبيق بالمرتبه الثالثه ب 15 نقطه. هو فارق الاهداف اللي بيناتهم. الموزمبيق 15 16 17 18 19 20 21. الموزمبيق حنا رانا ب 19 نقطه، لو كان نفوزوا مباراه واحده على الصومال نولوا ب 22 هكذا ولا لا؟ دوك نجي نولوا ب 22. 15 مباراة وحدة تكفينا ضد الصومال، مباراة وحدة تكفينا ضد الصومال. اوغندا راح نجيبوها عندنا، بصح لازم تفوز ماشي تعادل. واوغندا لو كان نفوزوا على اوغندا برك، اوغندا نفوزوا عليها رانا متأهلين رسميا. في حالة تعادل ضد الصومال وهزيمة ضد اوغندا داخل الجزائر مع المنتخب اللي رانا نشوفوا فيه بكل صراحة، اوغندا هي اللي تطلع لو كانت تفوز بزوج مباريات تاعها. عندها مباراة ضد الجزائر وعندها مباراة يا خاوتي، عندها الموزمبيق عندها ضد صوماليا. بون عندنا حنا مباراة ضد اوغندا، وما والله ما على بالي مع من عندهم، ولكن كما نقولوا حنا لازم ما كانش لاعب كما شفتوا في الطابلو، ما كانش لاعب. بيناتنا 4 نقاط وما زالوا 6 نقاط. يعني حنا لو كان نفوزوا 100% متأهلين، رانا درنا نقطة. لو كان نفوزوا ضد اوغندا داخل الجزائر 100% رانا متأهلين. والمشكل لو كان فزنا اليوم كنا متأهلين بنسبة كبيرة، لأن اوغندا كم من الأهداف عندها زايد 3 أهداف. هاي ليك اوغندا عندها زايد 5 أهداف، يعني 5 أهداف في المباراتين اللي راهم جايين راح تلعب معانا، وتلعب مع واحد ليكيب واقل مع غينيا، واقل نورمالمون مع غينيا عندها زائد 5 أهداف، وحنا عندنا زائد 12 هدف. يعني هي لازم تسجل 7 أهداف، يعني تجي تربحنا حنايا. لو كان زعما نديروا تعادل حنا نخسروا معاهم ونديروا تعادل، وهذه عيد الشر يا خاوتي. لو كان نديروا نخسروا معاهم ونديروا تعادل مع الصومال، هما لازم لا هما من بعد يفوزوا علينا ويفوزوا المباراة الجايه خلاص راحوا. ولو كان حنا نفوزوا ضد الصومال نولوا حنايا ب 23 نقطه، هما 15 18 22. مباراة واحدة تكفي، هذا ما كان، مباراة واحدة تكفي. ولكن كيف سنذهب إلى المغرب؟ السؤال يبقى مطروح. ودوك راني نشوف انا في البلاطوات راهم يتهجموا على بيتكوفيتش، بن شيخ يقصف بيتكوفيتش، ما يديروهاش في العناوين، بصح كي تدخل للحصه تشوفوا يقصفوا قصف عابر للقارات. راني درت لكم زوج لي فيديو عليها. بن شيخ يقصف بيتكوفيتش قصف عابر للقارات، بصح كي تكون في بوقره يكتبوا لك في العناوين باغ اكزومبل فلان يقصف بيتكوفيتش، يمرمد يمسح الارض بجمال بالماضي، واسمه هذاك السطايفي هذاك اللي يروح للقناه واسمه يقصف بوقره. نتمنى منكم الوطنيه تجيبوه، واسمه هشام بوعود، جيبوه وقولوا له يهضر وديروا في العنوان يقصف بيتكوفيتش. هذا مازال ما تاهلناش.